من القائل؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نأخذ في هذه الآية قال هنا في الآية هذه 3 أقوال المفسرين. القول الأول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. من القائل؟ قالوا يوسف، وهذا قول كثير من المفسرين. لماذا قال إنه جواب عن عدم خروجه من السجن لما جاء الرسول فبين ذلك أن أراد أن يثبت براءته فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوته، فقال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، لم أخن سيدي وأن الله يهدي كيد الخائن وما أبرئ نفسي. فهنا رد للرسول الملك لأثبت أني لم أخن سيدي في غيبته، ثم كره أن يزكي نفسه فقال متواضعا لا أدعي أن نفسي بريئة من ارتكاب السوء. إذن هاتين الآيتين من قول يوسف، هذا قول. القول الثاني أن هذا الآيتين من قول امرأة العزيز، وهذا أو لعله هو الأقرب والأظهر. لماذا؟ قال اتصال الكلام بسابقه واتساقه، يعني سياق الآيات والكلام ما بال نسوة إلا قطعنا، فلما قال قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز. الآن كله القول لامرأة العزيز إلى نهاية هذا المقطع في الآيات. الآن حصل حق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني لم أخن سيدي، لم أخن زوجي في وقوع في ماذا في المحظور، وإن كانت وقعت مراودة وكذا، ثم برأت قالت وما أبرئ نفسي، النفس تأمر بالسوء. وطبعا هذا لمن، أو بعضهم قالوا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وما أبرئ نفسي، قالوا بعضهم ذلك أني لم أخنه بالغيب بامرأة العزيز أي لم أخن يوسف بأني اغتبته أو اتهمته أو كذا، وهو ماذا بعيد عني في السجن. لكن لعل القول الأول أقرب، أنه ماذا؟ أنه لا أخن زوجي. القول الثالث قال هنا العزيز، وهذا القول بعيد جدا، ليعلم يوسف أني لم أغفل عن محاولتي على أمانته وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف. وإن كان بعضهم ذكر أن ذلك لم يعلم أني لم أخنه، هذا من قول من؟ امرأة العزيز، ومن قول ماذا؟ يوسف. وما أبرئ نفسي أنه ماذا؟ تبعا للآيات التي قبلها، وهو من قول امرأة العزيز، فهنا لعله يكون قولا ثالثا. أما القول الثالث فهو البعيد جدا.